صباح الخير يا جماعة. الواحد صحي من النوم لقينا جمهور نادي المستشار زايد زيطة ما يعلم بها الا ربنا. كأننا خسرنا من فاركو، كأننا خسرنا من أسوان. احنا خسرانين من ريال مدريد، أعظم نادي في العالم، أعظم نادي في العالم وبطل أوروبا وبطل العالم كذا مرة. العالم، انت فاهم يعني ايه العالم؟ احنا حتى لو خسرنا الماتش اللي جاي احنا رابع العالم. انتوا مش عارفين توصلوا تبقوا رابع دوري، انتوا مش عارفين توصلوا تبقوا رابع دوري. المقاولين لو كسب الماتش اللي جاي هيبقى رابع الدوري، واحتمال كبير يخش الكونفدرالية، وانتوا مش عارفين تخشوا الكونفدرالية. هو ده الفرق ما بيننا وما بينكو. احنا في فروق ما بيننا وما بينكو سنين ضوئية. انت بتتكلم ان احنا داخلين كاس العالم، ان احنا وصيف افريقيا. انت بطولة افريقيا متعرفش عنها حاجة بقالك 22 سنة. 22 سنة متعرفش عن بطولة أفريقيا حاجة. في شباب كده كبرت وبلغت واتجوزت وما شافوش بطولة أفريقيا في النادي من ساعة ما طلع الفيسبوك، وانتوا ما احتفلتوش ببطولة دوري أبطال أفريقيا على الفيسبوك حتى. انتوا آخركوا تحفلوا، هو ده آخركوا ان انتوا تحفلوا. شوفوا احنا فين وانتوا فين وبتتكلموا. يعني ما شفناش بجاحة أكتر من كده. احنا لو خسرنا الماتش الجاي، بكررها لك تاني، هنبقى رابع العالم. هنبقى رابع العالم بعد ريال مدريد وبعد برشلونة وبعد فلامينكو، بعد أندية انت ما تحلمش تتصور مع اللعيبة بتاعتها. انت اخرك تلبس التيشيرت بتاعها وتقف تشجعهم. انت ما تعرفش تلاعب الناس ديت. انت بتخسر من فاركو وبتخسر من اسوان وبتخسر. يعني بص، اراهنكو ان في واحد من جمهور الزمالك يعرف اللي كان واقف لريال مدريد امبارح كان اسمه ايه. اراهن اي حد زملكاوي من غير ما يخش على جوجل، يخش كده يكتب لي في كومنت الجون اللي كان واقف لريال مدريد امبارح كان اسمه ايه، الباك الشمال اسمه ايه، الديفندرات اسمها ايه. اكتبوا لي اي لعيب في ريال مدريد كده. انتوا متعرفوش ريال مدريد دولت غير في بيس 22 في الباتش الجديد بس. اخركم تلعبوا بريال مدريد بلاي ستيشن. يمكن ان انتوا يعني تتقيموا في ماتش معاهم او تخشوا معاهم بطولة رسمية. ده قدامكم لسه ال 2075 2090. والله اعلم اصلا هتعملوها ولا مش هتعملوها. انتوا جمهور جعجاع. خليكوا في الخيبة اللي انتوا فيها، في المشاكل اللي سيادة المستشار عاملها لكوا. خليكوا في كده التلات لعيبة اللي مش عارفين تأيدوهم، في الفلوس اللي عليكوا الممدوح عباس مش عارفين تدفعوهم. خليكوا في الخيبة اللي انتوا فيها. انتوا ناس خايبة، هتفضلوا كده طول عمركوا لحد 50 سنة جاية. ان انتوا مركزين مع النادي الاهلي. راهنكوا انتوا عارفين هتلعبوا مين الماتش الجاي. انتوا مركزين معانا احنا هنلاعب مين الماتش الجاي والساعة كام واستاد ايه وعلى بطولة ايه، لكن مش مركزين مع ناديكم، مش مركزين مع فرقتكم. ارحمونا يرحمكم الله وسيبونا في حالنا وخليكم في حالكم، واحنا ملناش دعوة بيكم عشان احنا الفرق ما بيننا وما بينكم كبير قوي. يعني احنا الفرق ما بيننا وما بينكم كتير جدا وبطولات كتير وحاجات يعني انتوا ما تسمعوش عنها. حاجات انتوا ما تسمعوش عنها والله. لنا الله ان احنا عايشين مع ناس زي دي، وان احنا يعني اتولدنا في بلد فيها جمهور زمالك. السلام عليكم.